مش عايزة اصدمكم، بس انا لغاية دلوقتي ما وضبتش الأوضة بتاعتي، وبسببها حالتي النفسية في النازل، لان انا ما عنديش وقت اعملها خالص. طبعا ربنا يخلي لي بناتي الوقت كله معاهم وكده، وعندي كان ميك اب توتوريالز كنت بصورها، وحاجات كتيرة كنت بصورها لكم، فاتلخمت فيها. مش اتلخمت، هو يعني الدنيا كانت ما عنديش وقت بصراحة. كنت حاليا انا خدت قرار ان انا النهارده مش هعمل اي حاجه غير بس ان انا اوضب الاوضه دي وافضيها. وكمان قررت ان انا ان شاء الله بعد ما اوضب الاوضه هعمل جرد لكل لبسي اللي في الدواليب. بقالي فتره برضو ما عملتش، لان انا كل مثلا 2-3 بعمل جرد للبسي. فحاليا انا مطوله بقالي يمكن 5 شهور ما عملتش، فهعمل بقى الجرد للبسي كله عشان اطلع حاجات بقى كتبرعات ومساعدات مثلا لناس او الحاجات دي كده، والكنايس ودار ايتام والحاجات دي. المهم يعني هبدأ اعمل الموضوع ده ان شاء الله اول ما اخلص توضيب الاوضه، علشان اعرف اعمل جرد لازم الاوضه تبقى متوضبه. هو انا ما خلصتش، بس يعني في تطور الحمد لله. على الاقل اللبس اللي كان بره ده كان متعلق بره الدواليب، دلوقتي دخل الدواليب، وفي حاجات رجعت مكانها هنا مع الشنط والجزم. ودي الحاجات اللي انا طلعتها لسه، يعني بدأت جرد يعني، بس لسه مش الجرد الكامل. بس وانا بوضب لقيت شوية حاجات قلت انا مش عايزاها خلاص، وهطلعها بقى للتبرعات. فدول اللي انا طلعتهم لحد دلوقتي. طبعا لسه انا ما بدأتش في الجرد، بس دول كانوا قدامي وانا بوضب، فقلت بدل ما احطهم في الدولاب واطلعهم تاني، يعني من اولها اشيلهم وخلاص. anyway لسه فاضلي دول. ادعولي. احب ابشركم واقول لكم ان انا خلصت توضيب الاوضه في المنطقه دي بس، انما لما نيجي بقى على منطقه الميك اب زي ما انتوا شايفين البهدله دي، حاجات بقى اللي هي المفروض هتتحط في المكان ده او مكان الميك اب، ولا يعني الحاجات دي تبع للمكان ده، فلسه المكان ده بقى ما توضبش. ودي الحاجات زي ما قلت لكم اللي انا طلعتها لغايه دلوقتي. الجرد بقى ممكن ياخد مني 2-3 لان الجرد بياخد مني وقت طويل قوي قوي، لان انا فعلا بفرز كل اللي موجود في الدواليب عندي. ففي كل حته ان كان بقى اكسسوارز او لبس او شنط او جزم، فبياخد مني 2-3. فانا حاليا اتهلكت علشان كنت بوضب في الاوضه، فهوقف لهنا النهارده، حتى مش هعمل مكان الفانيتي والميك اب وكده. فهكتفي بكده، وهكتفي بالحاجات اللي طلعتها هكتفي بالحاجات اللي طلعتهم النهارده. دول يعني هما يعني دول تبع الجرد، بس انا لسه ما عملتش الجرد، انتوا فاهمين قصدي؟ بس دول كانوا قدامي كده كده، فقلت بدل ما احطهم في الدولاب وتاني بعدين هطلعهم وقت الجرد، اطلعهم على طول في الجرد. دلوقتي هبدأ احطهم بقى في الكراتين، ودول بقى ان شاء الله على 2-3 كده ابدأ اكون خلصت. قصدي مش ابدأ بكرة، ان شاء الله هبدأ الجرد. هقعد 3 ايام يمكن بطلع في الحاجة لغاية ما اكون اكتفيت، او ان انا خلاص يعني وصلت فعلا المرحلة انا فعلا خلاص مفيش اي حاجة تانية عايزة اطلعها، وذاتس ات. في 2-3 كده وابقى اوريكم بقى الكراتين اللي هتطلع. اللي هيسألني الدولاب ده ليه مفتوح، فهو مفتوح علشان اتكسر النهاردة. الكهربائي جه يعمل حاجة في اللمبات اللي فوق، وعلشان الكهرباء بتتوصل من جوه الدولاب، فلازم يفك الدولاب ويدخل من جوه علشان يدخل الكهرباء اللي هنا الرئيسية. فراح كسر الدولاب للأسف. فدلوقتي مستنية النجار بتاع اللي كان عاملي الأوضة دي بتاع الشركة يجي بقى ويصلحهولي. لا يا قمر، الكروكس انا مش هوزعها ولا اي حاجة، هي بس كانت موجودة في المكان ده بالغلط بس وانا بصور. لان كنت يعني بس بعدها بس عن المكان شوية وانا بوضب، بس هي جت بالغلط جنب الحاجات التانية اللي انا يعني هطلعها للتبرعات وكده. انما الكروكس لا، انا بحبها قوي. انا بعشقها بتاعتي الكروكس دي، لا ما اقدرش استغنى عنها. اول يوم جرد، وطبعا جبت مامي تساعدني لان انا من غيرها مش هتخلص من الحاجه، بفضل متمسكه بالحاجه ودايما في الجرد. ده لسه بس ضلفه واحده بس.
لسه يا دوبك بس اول ضلفه. عايزه اقول لكم ان انا ما كنتش بعرف يعني اقسم القسمه دي ولا حتى اقسم فسفوسه. الدنيا مامي فضتها لي فضيان. يعني طبعا انا قاعده بطلوع الروح فضيت دول. يعني انا لو مامي مش معايا صدقوني مش هعرف اطلع حاجه. بتمسك بحاجتي ازاي. واحنا لسه عملنا 1 2، احنا في التالت يا دوبك مخلصينه. كميه الهانجرز اللي طلعت من الحاجه يعني أنا يمكن مش باين لان كله فوق بعض، بس يعني انا طلعت كميه لبس. هو طبعا مامي اللي طلعت لي اللبس كله، وبعدين بقى المرحله الجايه هيكون ان انا اعمل الشماعات او الهانجرز كلها لون واحد. عايزه اقول لكم ان الدولاب ده كان فوق بعضه، كان شبه ما كانش فيه حتى نفس يتنفس عشان احط حاجه واحده جنبهم. فدلوقتي فضيناهم. بصوا ازاي، بصوا الدنيا عامله ازاي. انا مش مصدقه. بصوا كميه الهانجرز. طبعا زي ما قلت لكم انا الهانجرز كلها هخليها تبقى لون واحد، يبقى لون ابيض، بس اخلص بس الاول من الجرد اللي انا بعمله وبعدين افكر في موضوع الهانجرز ان انا اخليهم كلهم لون واحد. بس بصراحه احنا يعتبر ان احنا انجزنا. يعني انا من غير مامي انا قلت لكم ان انا هحتاج 3 ايام علشان اخلص الموضوع ده، وفكرت فعلا ان انا ومامي برضو هناخد 3 ايام، بس مامي ادتني حماس ان احنا نكمل. احنا يا دوبك خلصنا 1 2 3 4، الخامس يا دوبك مخلصينه. دلوقتي فاضل 5 تانيين. يعني اهو 1 2 3 4 و5 والسادس ده بتاع إيريك. ففاضل لي 5 بقى دلوقتي لسه. فعملنا 5 وفاضل 5. الغريبة انه مش باين قد ايه الجبل ده كبير. يعني ده حوالي 1.5 متر علو يعني. فكتير قوي الحاجة. واحنا ما خلصناش كل الدواليب، احنا عملنا بس 1 2 3 4 5 6. عملنا 6 دواليب فقط. لسه فاضل يعني احنا 1 2 3 4 5 6 دول اللي احنا عملناهم. فاضل لسه 1 2 3 4. فاضل 4. حاليا انا دلوقتي بفرز الشماعات الملونة. حطينا الشماعات الملونة هنا، الشماعات السوداء، وهنا لسه في شوية شماعات سوداء وابيض. انا حاليا مش عندي شماعات بيضة كتير، فالهدوم بعلقها بالاسود والابيض، وبعدين بقى هشتري شماعات بيضة وابدل الاسود بالابيض ويبقى كلهم بقى ايه لونهم ابيض. اوكي النهاردة تاني يوم لتكملة جرد الملابس. يلا وش مي لك. فاضل لنا 4 دواليب النهاردة. وده لا فاضل 4. فده 1 2 3 يعني 3.5. 3.5. في واحد هناك ده الصغنن ده اللي هو نص اللي فيه ادراج تحتيه ده. يعني إيريك برضو بتاخد منه برضو حتى؟ لا إيريك عنده نص. بعد بتقولي حاليا احنا كده بعد ما خلصنا 2 او دولابين من ال5 اللي باقيين. يعني احنا خلصنا ال5 بتوع امبارح دول اوريدي، وفي 5 تانيين عملنا بس منهم 2. عايزة اقول لكم ان انا في غاية السعادة ان انا فعلا طلعت كل الحاجات دي. الشماعات بقى بتاعت النهاردة غير بتاعت امبارح. انتوا فاكرين بتوع امبارح خلاص اوريدي حطيناهم في الكياس ولميناهم. دلوقتي دول برضه هيتحطوا في اكياس تانية ويتلموا. خلصنا بس فاضل دولاب واحد فقط. اخيرا كل حاجة خلصت. فاضل بس دولاب واحد ده هنعمله بكرة. بصوا دي الشماعات بتاعت النهاردة اللي هي الحاجات اللي ايه طلعتها من الدواليب. فدي كمية الحاجات اللي طلعت من الدواليب النهاردة. دي الشماعات كلها بتاعتهم. دي شماعات امبارح، شايفين؟ دي شماعات امبارح. جبال اطلال. وهنا دي الشماعات بتاعت النهارده. طبعا ده كله لسه ما اتعملش برضو. الشنط والجزم والاكسسوارز لسه حتى ما دخلناش عليهم. فان شاء الله بكره هيبقى الدولاب الاخير زائد بقى الشنط والجزم والاكسسوارز.
اوكي خلصت جرد الملابس يا وزويز، خلصنا كل الدواليب اخيرا. فدلوقتي هبدأ انا ومامي نقعد نطبق في الحاجة ونفرزها ونظبطها بقى ايه في الكراتين. كل ما نحس ان احنا قربنا نخلص في الفرز يعني الحاجة تظهر اكتر، لان الحاجة اللي كانت فوق مثلا جاكيتات وفساتين سهرة مثلا وكده، الحاجات دي بتبقى تقيلة وكبيرة حجمها، فبيبقى واخد مساحة. تحت بقى كله الرفايع، الفساتين، التي شيرتس، البانتس، فكلها حاجات رفايع، فبيظهروا بقى اكتر واكتر لان الرفايع ما بتاخدش مساحة، فعشان كده عاملين الجبال دي. وبعد ساعتين من الفرز ابتديت اشوف بلاط اوضتي تاني. اوه ماي جاد، في انجاز الحمد لله. احنا خلصنا فرز اللبس، دلوقتي هنفرز الشماعات وبرضو هحطهم للجيف اويز وكده.